صباحو صباحو، عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتني كتير 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 كتير. النهارده يا جماعه احنا اول مره نعمل في القناه كفته الرز. تمام، طبعا انتوا شفتوها في العنوان. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كفته الرز. احنا ان شاء الله نعملها على فيديوهين. احنا النهارده بس هنصنع كفته الرز. تمام، وهنشوف بعد كده احنا هنعمل فيها ايه والاشكال بتاعتها هتبقى ايه. تمام، فيلا استنوني بقى بقيه الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك. يلا باي دلوقتي. بصوا بقى، صلوا كده على النبي عشان نبتدي بقى ايه الفيديو بتاعنا. انا جبت لكم لقطه كده بعد ما خلصنا كده وصبعنا وظبطنا التظابيط. ماشي ماشي. بصي بقى، بصي يا عسول يا عسوله يا معسلات، يا بصوا جمع معسله مش يا عسل وخلاص بقى انتوا اجمعوها. حطوا بقى عسله وعسله وعسله واجمعوهم على بعض. بصوا بقى، دي المقادير بتاعتنا يا جماعه. احنا جبنا اللحمه، الخضره بتاعتنا كانت شبت وكزبره. تمام، وبقدونس، شبت وكزبره وبقدونس. ملح وفلفل. وحطينا شويه بودر صغننين. تمام، احنا هنشوف المقادير بنفسنا واحنا بنعملها. وطبعا الرز، بصوا بقى يا جماعه، انتوا لو انتوا هتجيبوا كيلو رز هتجيبوا، المفروض ان هو النص. لو هتجيبوا كيلو لحمه هتجيبوا نص الرز مطحون. احنا جبنا اقل شويه. تمام، دي نص كيلو لحمه، كانت نص كيلو ولا ربع كيلو لحمه؟ كان ربع كيلو. كانت ربع كيلو لحمه عليه اقل من الطن رز. تمام، يعني مثلا لو الطمن 125 جرام، لا احنا حطينا 100 جرام بس. لان انت لما بتكتري الرز في الكفته بتنفش. يعني مثلا لو انا حطيتها في الزيت بتتقلى، تلاقيها تحس انها تخنت كده وما بقتش صباع كفته خالص يعني. بصوا بقى، دي ماما طبعا بدأت هي تشتغل زي ما انتوا شايفين كده. بتحط بقى المقادير بتاعتنا زي ما انا قلت لكم، الملح والفلفل طبعا ده اختياري زي ما انتوا عايزين، والخضره بتاعتنا والرز، هي دي بس كده. وحطينا بس يعني زي نص معلقه بيكنج باودر كده صغننين على الربع كيلو. وده اختياري، ده ما عندكيش خلاص مش مهم يعني، مش هتقف الدنيا عليه يعني. ايوه يعني بسطوها يا جماعه، بسطوه. تمام، بسطوها ولا لسه؟ طيب ماشي. شايفاكي يا اللي هناك اللي ما حطيتيش اللايك، ها شايفاكي، حطي اللايك، حطي هجيلك. لازم نزعق. المهم، بصوا بقى، طبعا بقى ايه، تحطوا بقى المقادير دي كلها كده وتقوموا محضرين الكبه بتاعتكم الحلوه الجميله كده، الشياكه كده بتاعتكم. ما عندكيش كبه يا ستي، افرمي في المطحنه بتاعت على فكره عملتها قبل كده في المطحنه بتاعت الخلاط، بتاعت التوابل. بتاعت التوابل اعملي فيها عادي. تمام، عندك مفرمه اعمليها، عندك الراجل الجزار اللي جنبكم بتاع اللحمه المجمده بيطحن، روحي عنده يا ستي وبطحني عادي يا ستي، اتصرفي ياما اتصرفي. المهم، خلاص. هنحط بقى المقادير بتاعتنا كلتها كده على بعض، نحطوها ونضربوها بقى ايه في في الكيتشن ماشين بتاعنا اللي هي ايه بتاع دي. ايوه هي الكبه سامعاكم وانتوا بتقولوا شطورين شطورين، الكبه. برافو. دي متهيألي كده، انا ما اعتقد، صدقوا الواحد مش عارف ايده يا جماعه. يا سلام، فين ايدي؟ من زمان ما شفتهاش، يا سلام. آه، وحشتني قوي. المهم بقى نطحن بقى كل المقادير بتاعتنا دي. طب افرضي يا آية بقى بعد ما عملنا كل ده طلع الملح مثلا ناقص، عادي، حطوا شوية ملح وعجنوها. ايه مشكلتكم يعني؟ ايه مشكلتكم؟ توقفوش بقى على كل حاجة بقى. ماشي. انا دلوقتي انا عملت الفيديو ده يا جماعه على مرتين عشان تبقوا واخدين في بالكم. انا عملت المره دي العجينه والتصبيع وكل حاجه، والمره الجايه بقى الآلية وعملتها يعني هتشوفوا بقى طبختها ازاي. انا طبختها مش بطريقه واحده. فانا عايزاكم بقى ايه تكونوا مترقبين. خلي بالكم من كلمه مترقب، تصدقوا والله ممكن ابقى مدرسه لغه عربيه. يا سلام. ودي دروس بقى وجيبوا ولادكم عندي. ما طب ما انا مدرسة تاريخ ومع ذلك ما جبتوش برضو ولادكم عندي تاخد دروس. ايوه، دلوقتي ساعتها بقى بصوا هستغلكوا احسن استغلال بقى. ايوه بقى، انتوا بتاخدوا عند اي حد؟ ده انا البرنسيسة يا جماعة، يعني رايحة فين؟ رايحين عند البرنسيسة. ايوه شجعوني كده. بصوا بقى،
دلوقتي احنا عملنا اهو الخلطة العظيمة الشنيعة الفظيعة. هم بصوا بتحط عليها البيكربونات. البيكربونات ايه؟ الكربونات ايه يا اختي؟ البودر. هو كان باكو كده مفتوح، كنت واخده منه، كنت بعمل والله عيش سوري. هبقى اصوره لكم، ما تقولوش فين الطريق، هبقى اصورها لكم. تمام. حطيت حبه اهي كده عليها عشان تبقى هشيشه كده، هشيشه مهششه كده، فاهمين؟ تبقى هشه اه، هشه. مش عارفه في ايه النهارده، مش عارفه. شكلي وقعت على نافوخي وانا صغيره. ايوه ايوه يا ماما بقى، ايوه يا لعبك يا مامي يا مامي يا ماما. ماما بقى عماله تدعك بقى، وتدعك تدعك تدعك. ماما مفكرها البلوزه بتاعتي عماله تدعك فيها، مش عارفه ايه. ماما بتدعك في ايه كل ده؟ خلاص يا ماما كفايه حبيبتي، طلعتي عينك كفتيايه. كفتيايه دي هتدعي عليكي. يا سلام. وعلى فكره بقى انتوا بتعملوا كده. ايوه للبنانيت الشطورين لسه ما يعرفوش، خدي حته كده صغننه دوقيها بطرف لسانك كده تعرفي حدقها. اه خليكوا بنات شاطره. ايوه. بصوا بقى التصبيع بقى، بصوا بقى. حطت جنبها كوبايه كده، تمام، فيها زيت. ليه زيت مش ميه؟ لو حطيتوا ميه هتشبط اكتر. حطوا كوبايه فيها زيت، طرف صباعكوا ادهنوا بيه كلوة ايدكوا كده، وغير كف ايديكوا يعني. تمام. وبعد كده حطوا حته الكفتيايه واعملوا. طلعت طويله طلعت تخينه، قصريها صغريها بحسب بقى المقاس اللي انتوا عايزينه. انا كمان مش هدخلكم بقى كمان في المقاس، مش هتدخل كمان في المقاس يعني. كفايه كده عليا. اه. المهم. تمام. تصبعي بقى كده، تصبعي بس اهم حاجه اما تبقى كده شكلها كده صغنون كده، ما تبقاش معجنه كده من جوه، تبقى حلوه كده، تبقى شياكه. عايزه اقول لكم ان احنا عملناها والله العظيم. قليناها وكلنا نصها حاف قبل ما تستوي اصلا يعني. نقلي وناكل، نقلي وناكل هكذا. تعرفوش ايه ده يا اختي ده؟ ده انتوا لما بتجيبوا فلافل من عند الراجل ما بناكلهاش كده. هو لا عشان اللحمه بقى لسه سايقينها. سايقينها. مش انا، لا انا ما بسوقش حاجه خالص. بصوا بقى. يا سلام عليكي يا ماما، استاذه. استاذه ورئيسه قسم. اهو بصوا بقى يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. ده الجزء اللي هيتشال في الفريزر. تمام. وده الجزء اللي هنبتدي يعني نقلوه ونعملوه. ده هيتعمل وده هيتعمل. انا هعمل الاتنين، بس انا هعمل طبعا اليومين لان مفيش حد غيري بياكلها. فاهمني؟ فده الجزء اللي هيتعمل دلوقتي، وبعد كده هصور لكم جزء تاني وهو بيتعمل الجزء التاني ده. فاهماني؟ وعادي ممكن تعملي كميه، ولو انتوا بتحبوها تعملوا كميات زي ما عايز تقليها وتشيليها مقليه تسهل برضو عليكي عادي. مش عايزه شيليها كده. يلا شوفوا وشكم بخير وباي.